السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناتي. النهارده ان شاء الله نعمل خضار مشكلة، يا رب يعجبكم وجربوه. دبابيس الفراخ يعني طريقة سهلة ومفيهاش اي صعوبة وسريعة ومش بتاخد اي وقت ولا حاجة. نبدأ بسم الله. هنا ده بصل، يعني بصل احمر على ابيض، يعني بصل متوسط الصغير، يعني 6 بصلات، 3 صغيرين ابيض و3 احمر، بس هم صغيرين خالص، متوسطين صغير. لو انت هتعملي بصل كبير اعملي 3. بعد كده ده فلفل الوان وجزر، يعني دول 2 جزر يعني، ونص فلفل الوان احمر واخضر واصفر، وده 3 يعني 3 طماطم او 4، ده 2 كوسة، ودي 3 بطاطس، وده توم، يعني كام فص توم، يعني كلهم نحطهم في قلبهم في بعض. يعني الخضار حطي على حسب ما انت عايزة، على قد الكمية اللي انت عايزاها، عايزة كتير عايزة قليل. ودول يعني طماطم مبشورة، يعني 2 كده كبار مبشورين. هنا عود قرفة وورق لورا وحبهان، وده روزماري اكريل الجبل، بس بنحطهم فيهم كده ونقلبهم فيهم. دول نص معلقة كزبرة ناشفة على كمون، يعني ربع معلقة كزبرة على ربع معلقة كمون. ودي نص معلقة فلفل او معلقة صغيرة فلفل اسود. وده بشرة جوز الطيب، يعني بلح جوز الطيب ده، يعني نبشر منه بشرة بسيطة كده مش كتير. دي معلقة كبيرة ملح. ممكن تحطي بابريكا لو كانش موجود بصراحة، يعني ممكن تحطي معلقة كبيرة او معلقة صغيرة. وهنا بقى نحطه يعني الحلة على النار ونشغل عليها النار، بعدين نحط عليها دبوس الفراخ، يعني نحطه في الحلة افضل، يعني عشان ايه، يعني يتكمروا في الحلة افضل من الصينية، يتكمروا ويستووا بسرعة. طبعا احنا مش بنحط اي مية، يعني ما بنحطش مية نهائي، هو الخضار هينزل المية بتاعته بس، يعني نسيبوه يعني يغلي على النار 10 دقايق، يعني مش كتير، يعني سبتهم 10 دقايق بالظبط يغلوا على النار. بس وبعد كده انا يعني هنا حطيت عليهم 3 معالق سمنة، وبعد كده ايه، يعني خدوا على النار 10 دقايق بالظبط. يعني بعد ال10 دقايق كده انا طلعتهم، يعني اطلعهم وادخلهم الفرن، يعني ياخدوا 10 دقايق في الفرن برضه. يحتم يعني المية الصوص اللي نازل منهم ده هو بتاع الخضار، نازل من الخضار والفراخ، يعني انا ما حطيتش اي مية عليهم. ده الخضار يعني خلاص، يعني دخل على السوا. بعد كده نحطهم في صينية فرن، يعني اي حاجة اللي هي بتتقدم فيها كده، بس بندخلهم الفرن 10 دقايق تاني، يعني يكملوا السوا. والفراخ برضو ايه، دبوس الفراخ تكمل سوا، يعني ممكن ياخدوا لهم 10 دقايق 15 دقيقة مش اكتر. يعني الطريقة دي سهلة وطعمها يعني حلو خالص، يعني وصحية، يعني طريقة يعني صحية وطريقة ممتازة، يعني تغيير يعني. ثم ندخلهم درجة حرارة 200، ياخدوا لهم 15 دقيقة، يعني وبعد كده طلعوا يعني بعدين بالشكل ده، يعني طريقة ممتازة جدا، طعمها يعني ممتاز جدا، والخضار يعني صحي والصوص اللي نازل منهم ده هو منهم فيهم، يعني ما حطش اي ميه. بس يا رب الفيديو يعجبكم وبشكركم على المشاهدة.